السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يلا بقى عشان نعمل غدا مع بعض النهاردة. انا قلت اصوره لكم. عايزين نعمل حبة رز مع بعض حلوين كده النهاردة. حطيت شوية زيت، حطي سمنة، حطي سمنة بلدي اللي تحبيه حطيه. بس انا هعمله يعني مع سمك مقلي، فما حبيتش ان انا ازود سمنة وسمنة بلدي وحاجات من ديت. حطيت بس شوية زيت هيسخنوا، وبعدين نجيب الرز. هنعمل رز طبعا اللي هو حباية وحباية، ده او مفلفل، احنا عندنا بنسميه رز مفلفل او حبايه وحبايه، يعني زي ما تحب. هنبدا بقى ان احنا نحمره لما ياخد لون معانا اهو. بدا ان هو يحمر معانا. مش عايزه اغمقه في اللون، يعني هو كده يبقى حلو اهو. هبدا بقى دلوقتي. بصوا انا الرز انا غسلاه اهوت. هحطه، بس هطفي الكاميرا لما احطه علشان البخار اللي يطلع يجي على على الكاميرا. هحطه واقلبه وارجع لكم تاني على طول اهوت. انا حطيته، هبدا ان انا اقلبه كده اهو مع بعض كده اهو اهو. بس هبدأ بقى ان انا احط له الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احط له بقى الملح بتاعه، شويه فلفل، بس كده. وهنطبق بقى زي الرز العادي خالص. هسيبه لما يغلي، وبعدين اوطي عليه يتردد واوريه لكم تاني. يلا بقى نشوف الرز اهوت. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لونه عامل ازاي اهو، مفلفل ازاي. شايفين مفلفل ازاي. اوريكم كمان اهو. تشوفوا اهو، شوفوا الحبايه مفلفله معايا ازاي، لا معجن ولا حاجه، ولونه جميل اهوت اهو اهوت. شوفوا انا عايزه بس اوريكم كده. شوفوا مفرفر ازاي اهوت، لا معجن ولا حصى ولا حاجه. بس دي طريقه الرز بتاعتي ان انا عملتها النهارده ليكم، اللي هو المفلفل او الحبايه الحبايه يعني. ده طريقته، ده شكله اهوت اهو. يا رب يكون باين بس في التصوير. شكله تحفه اهوت. وعملت ده بقى سلطه خضراء، وهذا السمك بتاعنا ده غدانا النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو البسيط بتاع طريقه الرز الجميله ديت، ما تنسوش الاعجاب بالقناه والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد.